كنتش عايز اعمل الفيديو دوت ولا اطلع اقول الكلام اللي انا طالع اقوله، ولكن للاسف لكل بدايه نهايه. ولو انت بتشوف الفيديو دوت او حتى شفت لي فيديوهات قديمه كنت بتكلم فيها عن البي دي اف بتاعي اللي انا عامله للفانتزي، فاحب اقول لك اطمن لو انت الموضوع كان مضايقك، واحب اقول انا اسف لاي حد اتعامل معايا وكان بياخد البي دي اف، لاني بعد الفيديو ده قررت انه مفيش بي دي اف للفانتزي تاني. السبب بكل بساطه هو انه انا بخسر يا اخواتي، والله بخسر لما اعمل بي دي اف بملاليم للفانتزي والناس بسببه تكسب هدايا بالوفات، يبقى انا بخسر، ومين عالم مين اللي هيكسب الجوله دي كمان. بس لما اعمل بي دي اف للجوله السادسه واحط لك اول واحد في الكابتنه هالاند يجيب 16 نقطه يبقى ده حرام. لما احط لك في الكابتنه الديفرنشال دوكو يجيب 10 نقط يبقى ده برضه حرام. يا جدع ده انا كنت حاطط واتكنز اللي من اول الموسم لحد دلوقتي ما جابش جون واحد، سبحان الله جاب جون وطلع ب6 نقط غير البونص. يا جدعان هو حد كان يتوقع ان مهاجم برينتفورد انفجر؟ عبد الله كان حاطه في اللعيبه الديفرنشال في البي دي اف، دي كانت النتيجه يا جدع. ده حتى ميرينو كنت من كام دقيقه بس بتشتم عليه عشان حطه في البي دي اف عشان بدا الماتش دكه، ربنا نصرني ونزل من على الدكه وجاب جون. خد من ده كتير بقى، روح يا باشا بنفسك على برنامج الصور، سرش عليا واتفرج على الهايلايتس، شوف بعينك النتائج، ولو حابب تجرب ابعت لي رساله في الخاص دلوقتي بكلمه بي دي اف وقرب.